بينا نعمل الكولكشن الجديدة بتاعت عيد الحب مع بعض، عشان انا بحبكم فما اقدرش اعمل اي كولكشن من غير ما اخدكم معايا وانا بعملها. ابتديت اول حاجة بالجار ده، هو تقريبا فيه 400 جرام شمع. حطيت فيه سنت اللي هي الفانيليا مع المسك. حسيت ان هو اكتر حاجة البنات عامة بتحب السنت دي جدا، وبتبقى حلوة قوي وناعمة في الفالنتاين. هنا اختي بتحاول تسرق مني الكوباية بس انا منعتها طبعا. يلا بينا نبتدي في الشغل، ونبتدي باول قالب. اول حاجة هستعمل القالب ده، طبعا انا غسلاه كويس ومتأكدة ان هو ناشف، بس بتأكد بس ان مفيش اي بواقي شمع او مية في القالب. لو عايزين فيديو عن ازاي بنضف قوالب الشمع بتوعي انا هقول لكم طريقتي، بس اكتبولي تحت في الكومنتات، ولو لقيت ناس كتير عايزة هعمله اكيد. هبتدي على طول. انا بصراحة سبقتكم وسيحت الشمع، اخترت اللون الاحمر ده، طبعا لون احمر غامق، عايزاه يبقى غامق، انا عاملة كده بقصد. هبتدي اصب الشمع، بس قبل ما اصب مهم جدا ان انا اعرف درجة الحرارة اللي هصب عليها الشمع. انا هنا قست درجة الحرارة اهي معاكم، زي ما انتوا شايفين هي اكتر من 75، فانا هقعد استنى شوية لغاية لما توصل ل75 او اقل، وبعدين ابتدي اصب الشمع في القالب. هستعمل كمان القالب ده وهو للكاندل ميلتس، او اللي احنا بنقول عليه شمع الفواحات. طبعا انا حاطه فيه شويه جليتر عشان يديني شكل حلو وهو بيسيح، وهوريكم الشكل بتاعه في اخر الفيديو. في الوقت اللي بينشف فيه الشمع اللون الاحمر، انا قررت اعمل لون على بينك شويه او روز. بصوا، هي الفكره بتاعتي ان انا اعمل تدرج الوان، يبقى احمر غامق قوي وبعدين بينك وبعدين ابيض. وانا بقيت بروفيشنال في صب الشمع، بس لو انتوا لسه مبتدئين انصحكم ان انتوا تحطوا الشمع في كوبايه كرتون اللي هي بتبقى بتاعه العصائر او بتاعه القهوه، وتصبوا بيها، بيبقى اسهل، وفي نفس الوقت بتقدروا تظبطوا الكميه اللي هتحطوها في القالب. حاجه كمان، اول لما اصب الشمع ما ينفعش احرك القالب، ده اساسي. اوكي، يلا بينا بقى نعمل انمولدنج، ودي احلى فقرة انا بحبها بصراحة في الشمع. وكمان هنعمل مع بعض باكينج للاوردر ده بتاع الكاندل ميلتس، هوريكم ازاي هعمل لها باكينج. العصاير الرفيعة اللي شايفينها في الفيديو دي عادة بتبقى موجودة في المحلات اللي بتبيع مستلزمات الحلويات، هي بتبقى مستخدمة عادة في الايس كريم، بس احنا هنستعملها النهاردة في الباكينج. زي ما انتوا شايفين احنا حطينا اللون الاحمر، بعدين اللون البينك، وبعدين اللون الابيض، شكلهم تحفة. اللون البينك على فكرة هو افتح من كده، بس هو باين غامق في الفيديو عشان التصوير والاضاءة. بعد كده هقفلهم بقى برابينج كده النايلون ده، واكيد هربط البيبيونة او فيونكة من تحت. انا اخترت الشريطة تكون لونها بينك، طبعا العميلة لو عايزة لون احمر زي ما هي عايزة ممكن نغيرها بلون احمر. لسه طبعا الكولكشن ما خلصتش، تعالوا نعمل مع بعض التيدي بيرز. في القوالب دي القوالب بتاعه التيدي بيرز. هجيب القوالب بتاعتي وطبعا منضفاها وكل حاجه، وده هو الفتيل اللي انا بستعمله للقوالب الصغيره اللي هي زي التيدي بيرز وزي الورده دي وزي الحاجات التانية الصغيره اللي وريتها لكم في فيديوهات قبل كده. هبتدي اول حاجه ان انا اجيب الابره واخرم القالب بتاعي، بس زي ما معوداكوا دايما وزي ما معلماكوا ان ما ينفعش اخرم من اكتر من مكان، لازم من نفس المكان اللي خرمت منه في الاول عشان القالب بتاعي ما يبص. بدور على المكان اهو شايفينه، وبخرم عادي وبدخل الابرة وبطلع الفتيل. طبعا بشد كده من الناحية التانية علشان اقلل شوية من الخسائر، يعني انا مش عايزة ان انا استعمل كمية كبيرة قوي من الفتيل كده وهيتتقص وتترمي، فبستعمل بس الكمية اللي انا عايزاها، ودي بحددها زي ما انتوا شايفين كده. اوكي، طبعا انا عملت اكتر من قالب للتيدي بير، عملت تقريبا 4، فبصور لكم اللي انا عملتهم اهو.
جبت بقى الشمع وبرضو صبيت في القالب، وتعالوا بقى نعمل الايه الديكوريشن بتاعتنا واوريكم الكولكشن كامله. طبعا القلب ده انا عملت السنت بتاعته زي الريحه بتاعت الشمعة عشان تبقى كلها مع بعضها، يعني عملته برضو بالفانيليا والمسك. وطبعا الديكوريشن بتاعته كانت تحفه. تعالوا نعمل امولتنج للتيدي بيرز، وقررت ان انا اعمل فيها حاجه كيوت جدا هتشوفوها دلوقتي هنعملها سوا. طبعا المولدز اللي بتبقى مفتوحه زي بتاعه القلوب بتبقى اسهل بكتير في الامولدنج، بس دي بتبقى صعبه شويه. المهم النصيحه اللي ممكن اقولها لكم هنا، خلوا بالكم ان انتوا وانتوا بتفكوها تبقوا يعني عنيفين شويه معاها فتكسروها، او انكم ضوافركم تدخل فيها فتعمل زي كسور كده في الشمعة نفسها، ما تبقاش شكلها حلو. فعلى قد ما تقدروا، لو ضوافرك طويله، لو انتي بتشتغلي في الشمعة وضوافرك طويله خلي بالك من الموضوع ده، او لو انت بتطلع الشمعة من القالب على قد ما تقدر ما تعملهاش بعنف عشان ما تتكسرش في ايديكم. وده تاني دبدوب. دلوقتي بقى هنبتدي نرسم الديتيلز. انا بستعمل الوان الاكريليك وانا برسم الديتيلز بتاعه الشمعة. طبعا في ناس تانية بتحب تستعمل الوان خاصة بالشموع، بس انا بصراحة لما جبتها ما عجبونيش وما حسيتش ان هي ثابته معايا زي الوان الاكريليك، فدايما بتعامل بالاكريليك وهو ده اللي برتاح فيه. طبعا وانتوا بتشتغلوا في ناس هيدوكوا ارائهم وهيقولوا لكم تستعملوا الالوان كذا. في الاخر جربوا كل حاجة واستعملوا اللي يريحكم واللي انتوا حاسين ان هو اسهل لكم في الشغل. زي ما انتوا شايفين بدأت الاول عملت العينين والمناخير بتاعه الدبدوب باللون الاسود، ودلوقتي جبت اللون الاحمر وقررت ان انا ارسم قلب كده صغير على الدبدوب من قدام عشان يبقى شكله كيوت جدا ويبقى رايق مع فكرة الفالنتاينز او عيد الحب. طبعا في مع الكولكشن دي عملت البابل اللي هي بيبقى فيها قلوب، بس للأسف ما صورتهاش في الفيديو ده. ممكن تدخلوا على الانستجرام لو عايزين تشوفوا شكلها وتتفرجوا، هتلاقوها نازلة صورة على الانستجرام انا منزلاها. ايه رأيكم في الشكل الفظيع ده؟ بصراحة في الاول فكرت اعمله فيونكة عند رقبته كده، بس بعدين حسيت ان القلب هيبقى اكتر يعني ريليتد اكتر بالمناسبة ان هو فالنتاين، وفي نفس الوقت هيبقى شكله احلى على اللون الابيض. طبعا اللون الاحمر مع الابيض يبقى لذيذ قوي وكيوت. وطبعا عايزه اعرف رايكم، ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم في القلب والفكره بتاعتي دي. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. فاضل لي بس ارسم العينين للدبدوب ده. طبعا اللون الاسود زي ما انا معوداكم هو برسمها في الكادر عشان تبقوا شايفين. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون عجبكم، اتمنى تكون الكولكشن عجبتكم كلها. ولو في اي اسئله او عايزين تعرفوا اي حاجه ما قلتهاش في الفيديو اكتبولي واكيد هرد عليكم في فيديو او في الكومنتس. يلا بحبكم قوي وباي باي، اشوفكم في فيديو جديد.